هنعمل كحك العيد بطريقة سهلة وبسيطة. ما شاء الله لا قوة الا بالله، الكحك طالع تحفة. واخد كله لون واحد، مستوي كويس، مش بيبصم في الايدين. النقشة بتاعته ثابتة بعد ما استوى، حلو جدا. واحلى حاجة فيه ان هو كله لون واحد، يعني مش هتلاقي فيه كحكة واخدة لون والتانية مش واخدة نفس اللون، لا. وقد ايه هو ناعم، طعمه حلو وريحته حلوة قوي كمان. انا هنا نقشته كله بالمنقاش، حابة تعملي ببصمات اسهل، بس انا بحب جدا ان انا انقشه، وبعدين هو ما بياخدش وقت لان احنا مش عاملين كميات كبيرة. السنة دي انا عملت الكحك، وزنت كل مقاديره بالميزان. السنة اللي فاتت انا اشتريت الاكياس موزونة جاهزة، والسمنة كانت على قد كمية الاكياس، فما احتجتش ان انا اوزن خالص. السنة دي عملته كده علشان اللي حابب يوزن المقادير. هاخد هنا 2 كيلو من الدقيق. الدقيق ده منخول وجاهز على اني استخدمه على طول، احنا بس هنوزنه. بقى جاهز عندي كده 2 كيلو دقيق. هوزن ال2 كيلو دقيق هياخدوا كيلو 100 جرام من السمنة. هوزن الأول الحلة طلعت عندي كيلو 300. أنا عايزة سمنة، هستعملت هنا روابي، أنا عايزة كمية السمنة كيلو و100 جرام، فهيبقى على الميزان 2 كيلو 400. طبعا بوزن الحلة، احنا عايزين بس صافي سمنة كيلو و100 جرام. السنة اللي فاتت لو حابة ترجعي، أنا كنت جايبة عدد الكيلوات بأكياس، يعني 3 كيلو دقيق أكياس، فكان موزون جاهز. واستعملت لهم سمنة كمان موزونة، اللي هي كيلو ونص من السمنة، وخدت لهم بس معلقة إضافية من بره، فكانت كل حاجة موزونة وتعتبر شاريها جاهزة موزونة. عملت هنا حفرة في الدقيق، وهبدأ بقى السمنة أنا قدحتها، بس مش قدحة قوية يعني ريحتها تبقى محروقة أو تحرق معايا السمسم. لا، قدح كده اللي هو الخفيف، ريحتها تديني ريحة حلوة للدقيق، وتحمص تحميصة حلوة، والسمسم كمان زي ما انت شايفة كده. تقريبا هتاخد معاكي على البوتاجاز مش اكتر من 10 دقايق علشان تتقدح معاكي، ما تكتريش عن كده. وهاخد كمان معلقتين من السمسم، معلقتين كبار. وهبدأ بقى اغلف كويس جدا الدقيق ده بالسمنة بتاعتي. الكحك من الحاجات اللي بتحب تتبس وقت طويل، عشان تديكي كحكة ناعمة ومقادير، وتحسي ان المقادير معاكي مظبوطة مفيهاش اي حاجة غلط. هفضل ابس كده بالمعلقة لحد ما يبرد خالص، واقدر احط ايديا فيه.
هنبدأ هنا نجهز الخميرة. عقبال ما نبسه أنا خدت هنا كوباية من المية، حطيت فيها معلقة من السكر ومعلقة واحدة من الخميرة، وهقلبهم كويس وهدوبهم كويس، وهسيبهم يتفاعلوا مع بعض لحد ما يبس الكحك. وهنا خلاص الكحك كان برد، بسيته كويس جدا. شايفة بقى عامل ازاي؟ تحس ان هو بقى معجون بالسمنة. تفضلي تبسي فيه كده لحد ما يبقى تمام بالشكل اللي معاكي، زي الشكل ده كده بالظبط. هاخد بقى هنا ريحة الكحك، ريحة الموز انا حطيتها في الاخر علشان السخونية بتاعت السمنة ما تضيعش ريحتها، يفضل محتفظ بريحتها. وهاخد كمان سكر البودرة، هاخد 3 معالق ونص كبار من السكر البودرة. وهنكمل بقى بس، ونغلف كويس قوي السكر بريحة الموز. انا ما بحطش ريحة الكحك في الكحك، يعني بتبقى توابل وكده، بحس انها ملهاش لازمة مع الكحك، بحط بس ريحة الموز. وهنا جهزت كمان كوباية من كوباية الا ربع من الحليب، دي اللي هعجن بيها برضو. هحط فيها معلقة البيكنج باودر. الحليب دافي، حطيت معلقة من البيكنج باودر، قلبتها كويس. شايفة فارت ازاي؟ هتديكي خلفية للكحك فظيعة، هيبقى طعمه حلو قوي. يبقى انا استعملت كوباية الا ربع من الحليب وكوباية مية، دي بس السوائل اللي انا هستعملها على 2 كيلو دقيق، مفيش اكتر من كده. خلاص هنا الخميرة كانت فارت كده فاستعملتها. ومش هنعجن بقى، يا دوبك بس احنا كده هنشرب الحليب والمية للكحك اللي عندنا. وطبعا هو مش هيدينا عجينة ملمومة او عجينة متساوية، لا يعني كمية السوائل دي مش هتديكي كده خالص. بس لو كترت سوائل الكحكة هتطلع ناشفة معاكي ومش هتبقى حلوة ابدا. شايفة العجينة بقت بالشكل ده بعد ما شربتها. هبدأ بقى اخد منها وكور كور على طول، مش هسيبها تخمر ولا اي حاجة، لان احنا هنشكلها وهنسيبها بعد ما تتشكل. شايفة قد ايه مظبوطة، لا بتشقق ولا فيها اي مشكلة، العجينة تحفة، حلوة قوي. انا بحب دايما اكورها كور كده صغيرة علشان يبقى كلها مقاس واحد وتبقى كلها حجم واحد. فبكور كمية كبيرة، بجيب صينية واكور عليها كمية كبيرة كده واخليها جنبي، وبعد كده ابدأ انقش منها. كده بحس ان الكحك كله مقاس واحد، يعني لما بتكوريه كله مرة واحدة تحس لا انك ايديك اتوزنت ومقطعة كل الكحك بنفس الحجم، مش زي ما اني اقعد اخد قطعة قطعة وانقشها اول باول. هنقش بقى معاكي شوية اللي انا عملتهم. عايزة تحشي عجوة، هتجيبي العجوة اللي هي في مغلفة دي اللي هي المهروسة. في منها نوع اسمه القرشي، انا بستعمله حلو جدا جدا، مبيبقاش فيه رمل وبيبقى متحوج بسمسم وحاجات كده جواه، بيبقى طعمه حلو. يا دوبك بس انت بتفكيه وتحطي عليه معلقة من السمنة، وتهرسيه كويس مع بعض، وبيبقى طري حتى لما بيستوي يدخل الفرن. بيفضل طري ما بيجمدش او تحس ان هو نشف، لا حلو جدا. حابة برضو تحشي بالملبن. بمناسبة الملبن انا جبته ونسيت اصلا احشي بيه، بعد ما خلصت الكحك كله نقش افتكرت، فطبعا ما استعملتوش. بتجيبي برضو الملبن، تحطي عليه معلقة من السمنة وتهرسيه كويس وتقطعي كور صغيرة.
على قد حجم الكحكة اللي انتي عاملاها. بتفردي طبعا الكحكة على ايديكي وتحطي فيها قطعة الملبن او قطعة العجوة، وتقفلي عليها كويس من كل الجهات علشان ما تلزقش معاكي في الصواني او اللي يبقى شكل الكحكة مش حلو. وتضغطي عليها ضغطة خفيفة زي ما انت شايفة كده، وبتنقشيها عادي جدا. وحاولي تعملي نقشة الكحك غير نقشة العجوة، غير نقشة الملبن، غير نقشة السادة، علشان تعرفي تفرقيهم من بعض. انا عاملة هنا 3 نقشات مختلفين، بس طبعا كلهم سادة للأسف. دي كمان كده نقشة مختلفة. بنسوي الكحك على درجة حرارة 180، بيدخل في الرف اللي في النص. لما بيحمر أرضيته من تحت بيقعد معاكي تقريبا المرة بتقعد 30 دقيقة في الفرن. هو وشه ما بيحمرش. تشغلي عليه الشواية بس تهديها، علشان لو الشواية عالية هيحرقهولك بسرعة جدا. انما لما بتبقى هادية بياخد لون كده حلو، وتلاقيها كلها الصينية كلها لون واحد. ولازم تقلبيها من وقت للتاني، تقلبيه كتير جدا علشان تاخدي الصواني كلها واخدة نفس اللون، ميبقاش فيه كحكة غامقة وكحكة فاتحة وحاجات زي كده. فلازم من وقت للتاني تلفي الصواني وتبدلي اماكنهم لحد ما تاخدي النتيجة اللي انت عايزاها. وده كان كحك العيد، كل سنة وانتم طيبين.